ده كده بالنسبة لهيكل العلوم. بالنسبة لهيكل العلوم كامل متكامل إن شاء الله. خلاص. ده كده بالنسبة للهيكل، تم شرح الهيكل كده كامل. خلاص. بالنسبة لل كده كله تمام يا شباب. المتغير التابع والمتغير المستقل شرحناه في أول البث، لكن هنتكلم فيه دلوقتي تاني. ثانية واحدة. easy easy. بالنسبة يا شباب للمتغير المستقل والمتغير التابع، المتغير المستقل يا شباب هو عبارة عن المتغير اللي هو بيستطيع الباحث أو العالم، خلاص، إن هو إيه يغيره. خلاص. أما المتغير يا أستاذ، ثواني بس كده يا شباب، خليكم معايا دقيقة واحدة بس عشان في حاجة كده بقى. بالنسبة للنظام المغلق والنظام المفتوح، احنا قلنا النظام المفتوح لا يمكن قياسه أو التحكم في منتجه، زي مثلا إشارات المرور زي ما اتكلمنا مع بعض، أو المواقد. يبقى المتغير أو النظام المفتوح ما يمديني إن أنا أقيسه أو أتحكم في منتجه، لكن النظام المغلق يستطيع إن أنا أضبطه أو أقيسه باستخدام التغذية الراجعة، زي مثلا السخان في حوضة الأسماك، إن أنا أضبط مثلا بالريموت أو الدراجة أو غيره. طبعا خطوات النظام المفتوح، خلاص، خطوات النظام المفتوح 3 خطوات: مدخلات وعملية ومخرجات. النظام المغلق بيتم بأربع حاجات: المدخلات والخمسة معلش، المدخلات والضبط والعملية والمخرجات والتغذية الراجعة. اوكي. طيب كده نبقى احنا خلصنا ايه اللي بيقول لي هنا. تمام. انتوا بتسالوا بقى ايه السؤال اللي انتوا بتقولوه ده؟ ما سبب خروج او انبعاث ثاني اكسيد الكربون من الصودا؟ التفاعل الكيميائي. طيب هحفظ البث. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حد عنده اي سؤال يا ريت يبقى يتواصل معايا على الخاص. خلاص، وبالتوفيق ان شاء الله. عايزكم بالاختبار كده ما تتسرعوا، و... ومحتاج منكم ان انتوا تركزوا. خلاص، تقرأوا الأسئلة جيدا، وربنا ان شاء الله يكتب لكم التوفيق بإذن الله تعالى. خلاص، حد عنده اي سؤال تاني؟ يلا، في رعاية الله وحفظه. حد عنده مشكلة تانية يا شباب بالنسبة للمنهج؟ نو نو نو. يلا، في رعاية الله.